صاروا يتجرؤون على كل أولياء الله. بعد شنو أعظم من الحسين يتجرؤون عليه؟ ولم يبق معه غير النساء والأطفال، فصار ينادي: هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله بإغاثتنا؟ هل من معين يرجو ما عند الله في إغاثتنا؟ فارتفعت أصوات النساء بالعويل، فخرج علي بن الحسين وكان مريضا لا يقدر أن يقل السيف، وعمته خلفه تنادي: يا بني ارجع. فقال: يا عمتاه ذريني أقاتل بين يدي ابن رسول الله. فقال الحسين: خذيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد. هذا معناه أنهم لو قتلوا علي بن الحسين قتلوا الباقر أيضا عليه السلام، فينقطع نسل الإمامة. وقال له: يا ولدي ما تريد أن تصنع؟ قال: يا أبا إن نداءك قد قطع نيات قلبي وهيج ساكن لبي، أريد أن أفديك بروحي، أتقتل وأنا أنظر إليك؟ ليت الموت أعدمني الحياة، روحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك الوقاء. فقال الحسين: يا علي، شوفوا رسالة الإمام، يا علي أنت الخليفة من بعدي، والوالي على شيعتي، والقائم بأوامر الدين الهادي إلى صراط مستقيم، والحافظ لعلوم أبي وجدي. ثم اعتنقه وبكى بكاء شديدا، ثم صاح بأعلى صوته: يا زينب، ويا أم كلثوم، ويا سكينة، ويا رقية، ويا فاطمة، اسمعن كلامي واعلمن أن ابني هذا خليفتي عليكم، وهو إمام مفترض الطاعة. ثم قال: يا ولدي بلغ شيعتي عني السلام. هنا يضع لكم المنهج يا شباب، في كل زمان في كل جيل، هذا المنهج الذي رسمه الحسين لشيعته ولمواليه: بلغ شيعتي عني السلام، فقل لهم إن أبي مات غريبا. مات غريبا فاندبوه، ومضى شهيدا فابكوه. فتوالت إليه الرماح والسهام. هاي رواية تضيف على السهام الرماح، أيضا كانوا يرمونه. هذه كانت الجولة الأولى. أكو جولة ثانية للسهام لما ضعف وسقط على الأرض، ذكرها ابن نما، قال: لما أثخن بالجراح ولم يبق فيه حراك، أمر شمر أن يرموه بالسهام مرة أخرى. وهذا يدل على شدة لؤمهم ووحشيتهم. لعلهم لو كانوا يريدون قتله بالسهام لأجل أن يضيع دمه بين القبائل، ما يعرف من اللي قتل. هناك جولة ثالثة في الرمي ذكرها الذهبي،
قال والحسين جالس عليه جبة خز، لما جلس على الأرض عليه جبة خز دكناء والنبل يقع حوله. جبة الخز يعني مصنوعة من صوف، دكناء لونها يميل إلى السواد. هل هذا يفيد بأن الحسين لبس جبة فوق درعه، أو درعه تمزق وبانت الجبة من تحت درعه؟ هناك سهام أبلغ أثراً من هذه، ومواضع خاصة من بدنه. كان أكو في رماة عندهم احتراف ودقة في الرمي، هذول ما يرمون السهم هالشكل، يرموه حتى يصيب مواضع خاصة من البدن، حرفية عندهم. 4 مواضع من بدن الحسين قصدوه هذا الرمي. في جملة من المصادر منها الإرشاد للشيخ المفيد قال فلما رأى شمر بن ذي الجوشن شجاعة الحسين استدعى الفرسان فصاروا في ظهور الرجالة يعني المشاتب هذا الزمان يسموه، وأمر الرماة أن يرموه فرشقوه بالسهام حتى صار كالقنفذ. مواضع 4 من بدن الحسين أصابتها السهام بالخصوص. الأول جبهته الشريفة، لما حمل بنفسه على الفرات حملوا عليه حتى أحالوه عن الماء، ثم رمى رجل منهم بسهم يكنى بأبي الجنوب الجعفي فوقع السهم في جبهته، فنزع الحسين السهم فرمى به وسالت الدماء على وجهه ولحيته. الموضع الثاني فمه الطاهر، رماه حسين ابن تميم أو ابن نمير بسهم فوقع في فمه، فجعل يتلقى الدم بيده ويحمد الله ويرمي به. رموه في فمه حتى يمنعوه من شرب الماء. في المناقب لابن شهراشوب أن لعينا نظر إلى الحسين وقد أهوى إلى فيه بالماء ليشرب فرماه بسهم، فقال الحسين لا أرواك الله من الماء في دنياك ولا في آخرتك. فحملوا عليه من كل جانب. وفي رواية أنه قال اللهم إنك ترى، وهو يضع يده تحت الدم فإذا امتلهت يخضب بها رأسه ولحيته ويقول اللهم إن هذا فيك قليل.
الموضع الثالث: قلبه محل عرش الله. أصابه سهم عظيم في أثره. اتفق المؤرخون على أن السهم هذا مسموم وله 3 شعب، يعني سهم يعادل 3 سهام مو سهم واحد. في مقتل الخوارزمي قال: والسهام تأخذه من كل ناحية وهو يتلقاها، فأتاه سهم محدد مسموم له 3 شعب فوقع في قلبه. فقال الحسين عليه السلام: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ورفع رأسه إلى السماء وقال: يا إلهي إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن نبي غيره. ثم أخذ السهم وأخرجه من وراء ظهره فانبعث الدم كالميزاب. أتدرون لماذا أخرجه من ظهره؟ لولا أن الليلة ليلة مصيبة ما أقولها هذه. لماذا أخرج السهم من ظهره؟ لسببين. السبب الأول لأنه اخترق الظهر وخرج رأسه منه. السبب الثاني: ما كان يمكن أن يخرج السهم من صدره، لأنه لو أخرجه من صدره قطع القلب والأحشاء التالية. فوضع يده على الجرح، فلما امتلأت دما رمى بها إلى السماء فما رجع من ذلك الدم قطرة. ثم وضع يده على الجرح ثانيا، فلما امتلأت لطخ بها رأسه ولحيته. انتبهوا يا شباب، هنا نقطة أساسية راح يقولها سيد الشهداء، وثيقة تاريخية، معرفة عظيمة. لطخ بها محاسنه وقال: هكذا والله أكون حتى ألقى جدي محمدا وأنا مخضوب بدمي وأقول: يا رسول الله قتلني فلان وفلان. أنتم أهل بصيرة، أهل معرفة. هل الحسين قال قتلني فلان وفلان؟ هل أغمض؟ هل أراد الإغماض؟ إذا يريد الإغماض ليش يقول قتلني فلان وفلان؟ أم التقية أم السياسة منعت من بيان هذا الاسم؟ في نصوص أخرى مذكورة، في زيارة عاشوراء هم أكو إشارة، أكو قرينة هم موجودة داخلية في هذا المعنى.
أن الحسين يشكو لرسول الله من فلان وفلان، معناه أن فلان وفلان لهم علاقة برسول الله، وهي علاقة الصحبة. افتهموا حقائق التاريخ وما جرى. هؤلاء الذين أسسوا أساس الظلم والجور على أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمس أو قبل أمس ذكرت لكم أن قتلة الحسين صنفين، صنف أسس وصنف باشر. هاي حقائق لازم يعرفها الموالي ولا يخفى عنها. الموضع الرابع الذي قصدته السهام المحترفة في الرمي، نحره الشريف. فإنهم لو تركوه والسهم الذي أصاب قلبه لمات الحسين من الجوع، ولكن لآن الطبع أبوا إلا أن يعذبوه ويجرعوه الموت غصصا. في تاريخ اليعقوبي أتاه سهم فوقع في لبته وهو موضع القلادة من الصدر، يعني هاي المنطقة. المؤلم أكثر، سهم القلب خرج من الظهر، سهم النحر خرج من القفا، وهذا معناه أن هناك أكثر من سهم اخترق بدن الحسين صلوات الله عليه. أحدهما اخترق الصدر إلى الظهر، والآخر اخترق النحر إلى القفا. شوفوا إمامكم شنو من جراح تحمل لأجل هدايتكم، لإنقاذ عباد الله من الضلال وحيرة الجهل. ويري العالم أجمع، واليوم العالم هم يطلع على هاي الحقيقة، كم هؤلاء الظلمة من وحوش، وكم أهل الحق لهم من المظلومية. فالإنسان يجب أن يدين الظلم من أي أحد كان، ويتضامن مع المظلوم دائما. هذه من رسائل عاشوراء. في رواية ابن أعثم الكوفي قال: والسهام تقصده من كل ناحية. رماه سنان بن أنس النخعي بسهم، وطعنه صالح بن وهب اليزني طعنة في خاصرته، فسقط الحسين عن فرسه إلى الأرض واستوى قاعدا، ونزع السهم من نحره وأقرن كفيه، فكلما امتلأتا من دمه خضب به رأسه ولحيته، وهو يقول: هكذا ألقى ربي بدمي مغصوبا على حقي. هاي القضية رواها طائفة من المؤرخين. في المصرع الشين للسيد ابن طاووس قال إن الحسين انصرع إلى الأرض. انصرع يعني أخذه الضعف الشديد بحيث لا يقوى عليه، وهو يقول: والله لئن قتلتموني ليسلطن الله عليكم من بعدي رجلا شديدا غصنه عظيما شأنه ظاهرا سخطه قويا بطشه بين بأسه، والله ليبيدنكم عن آخركم. وهذا ما حصل. وينتقم الله تعالى لي منكم كل ذلك، كل هذا وفرس مولاي الحسين يحامي عنه،
ولا يدع أحدا يدنو منه حتى قتل جماعة. فلما نظر الشمر إلى الحسين به حركة ضعيفة قال لهم: يا ويلكم، ما انتظاركم به؟ اقتلوه. فأقبلوا إليه، وحمل شبث بن ربعي فطعنه طعنة سكنت حركاته. لاحظوا مولانا حجة الزمان صلوات الله عليه شلون يصف هذه القضايا. هذه أقوى من قول المؤرخ، هذا نص معصوم. النص طويل، أنا فقط آخذ منه مقطع. قال: وأمر اللعين جنوده فمنعوك الماء ووروده، وناجزوك القتال وعاجلوك النزال، ورشقوك بالسهام والنبال، وبسطوا إليك أكف الاصطلام، ولم يرعوا لك ذماما ولا راقبوا فيك آثاما، وأنت مقدم في الهبوات ومحتمل للأذيات، قد عجبت من صبرك ملائكة السماوات. هنا يدخل في المصيبة. فأحدقوا بك من كل الجهات وأثخنوك بالجراح، وحالوا بينك وبين الرواح، ولم يبق لك ناصر، وأنت محتسب صابر، تذب عن نسوتك وأولادك حتى نكسوك عن جوادك، فهويت إلى الأرض جريحا. تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبيتك، وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهاليك، وأسرع فرسك شاردا. في هاي الجمل أكو مواقف شوية أفتحها إليك حتى تعرف عظم المصيبة قد كبيرة. يقول مولانا: حالوا بينك وبين الرواح. شنو معنات هذا؟ حالوا بينك وبين الرواح، هذا إلى معاني. من معانيه أنهم لم يقتلوه دفعة واحدة، ما يخلوا يرحل إلى ربه سريعا دفعة، جرعوه الموت غصة بعد غصة، بكثرة الجراحات والطعنات، فلم يدعوه يموت من العطش أو من الضرب أو من الطعن، بل تركوه ينزف ويتوجع ويتألم ثم قتلوه. قلوب وحشية، قلوب لئيمة. ومنها أن قتال الحسين عليه السلام كان للذب عن نسائه وعياله. في النص هذا اللي وارد، أرادوا الهجوم على عيال الحسين والحسين بعد حي، فصار يذب عن نسوته وعن عياله. وهاي غاية الشرف في الحسين وغاية النذالة في أعدائه. ومنها أنه لما أثخن بالجراح وهوى إلى الأرض
وطأته الخيول بحوافرها وهو حي. وهذه المرة الأولى التي وطئوا بها جسد الحسين. المرة الثانية بعد قتله داسوه بحوافره. وأكو مرة ثالثة في ليلة 10 من المحرم دبروا لوطئ جسد الحسين فحماه الله بالأسد الذي أرسله لحمايته. عمر بن سعد افتهم أن هذه تدبير إلهي، لذلك منع الجيش من التحدث بها لأنها تفرق الجيش الأموي. وأكو مرة رابعة لما أرادوا أن يرحلوا من كربلاء وأخذوا السبايا أيضا أرادوا وطئ جسد الحسين، وهذا وحده يحتاج إلى بحث مفصل وبيان غاياته. بس اعرفوا أنتم الحوادث هذه التي تنقل إليكم هذا شيء من المصائب. الذي يقرأ الزيارات ويقرأ الروايات يشوف فيها العجاب من الأحداث والوقائع. ومنها أنه لما صرع وقبل قتله الإمام يقول تعلوك الطغاة ببواترها، مو بسيوفها. البتار وصف للسيف الشديد القطع، بتار معناه أنهم قبل ذبح الحسين قطعوه بالبواتر، وفي هذا يواسي ولده عليا الأكبر. لذلك في الزيارة الناحية وارد سلام على كل أعضاء الحسين عضوا، حتى أنهكته الجراح والطعنات ورشح للموت جبينه وصار ساكنا يقبض شماله ما عنده حركة. وهو في كل هذا الحال يدير عينه على خيمه، غيرة ما بعدها غيرة. فذبحوه وهو في هذا الحال، وذهب فرسه شاردا ينعاه لأهله وأطفاله. ألا لعنة الله على الظالمين من الأولين والآخرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم هذا العزاء وهذه الدموع، ويعجل في فرج مولانا صاحب الزمان للانتقام من قتلة الحسين والأخذ بثأره، وأن يرزقنا حرارة الحسين وحبه ونصرة والعزاء على الحسين نحن وذرارينا وأولادنا وأهلنا، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أوقفت نفسي للحسين وغايتي أحظى بفوز في جنان الآخرة، وسموت في قدس المآتم خادما لا يخدع الشيطان نفس الطاهرة. إن جارت الدنيا خيم ليلها حب الحسين سفينتي وشعائره.